التسخير ما هو لا سحر ولا شعوذة. معكم خولة من قناتكم منبر حواء. كنتمنى انكم تكونوا بخير وانتم كتسمعوا هذا البودكاست، ونبداو في الموضوع ديالنا بدون مقدمات. تخيلي معايا كتكوني كتخدمي بنيتك وكتخدمي بكاع الجهد ديالك وكتعرقي وتنشفي باش تحققي واحد الحاجه، ولكن كتحسي بان الابواب مسدودين، وفجأة واحد النهار كتحل في وجهك واحد الفرصة أو شي حد كيجلس معاك وكيعطيك واحد الفكرة، يعني شي حاجة اللي كتجيك فجأة من حيث لا تحتسبين، أو كيخرج لك شي حل بسيط لواحد المشكلة اللي معقدة بزاف، كتقولي سبحان الله هادشي هو اللي مسخر ليا. ولكن واش هادشي كيكون صدفة ولا واش كاين شي قانون كوني سميتو التسخير؟ اليوم غادي ندخلوا لعمق هذا المفهوم ونفهموا علاش الله سبحانه وتعالى سخر لنا الكون كامل، كيفاش نقدروا نخدموا او نفعلوا هذا القانون في الحياة ديالنا اليومية باش نوصلوا لأحسن نتائج، بلا سحر بلا شعوذة، غير بالفهم الصحيح لآيات الله سبحانه وتعالى والاجتهاد الواعي. التسخير في ميزان القرآن كل شيء تحت الإشارة ديالك. تخيليها معي، كل شيء تحت إشارتك. في ديننا الإسلامي التسخير ماشي فكرة جديدة أو شي حاجة اللي يلاه كنهضروا عليها، بل هو ركيزة أساسية في العقيدة الإسلامية. ملي كنهضروا على التسخير كنهضروا على وعد إلهي صريح وواضح. الله سبحانه وتعالى كيقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تسمعني معايا في الكلمات ديال الآية، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني كل شيء مسخر لنا من عند الله سبحانه وتعالى. كل ما هو ظاهر وباطن في هذه الكرة الأرضية اللي احنا كنشوفوها في هذا الكون. تخيلي معايا المجرات، الشمس، القمر، النجوم، البحر، الجبال، كل شيء ما على الأرض وما في السماء كله مسخر لينا. الريح اللي كتحرك السحاب مسخرة لينا، حتى داك الجهد اختي اللي كنفيقوا به في الصباح تا هو مسخر لينا. تخيلي معايا الله سبحانه وتعالى مسخر لينا حتى داك الجهد ديالنا، حتى البصر ديالك مسخر ليك. هاد التسخير هو الدليل على تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، لأنه ما كاينش شي مخلوق على وجه هاد الكون ما مسخر ليه هادشي كامل من غير الإنسان، وهادشي كيشمل حتى البشر. نعم، حتى البشر هو قابل للتسخير. فاش كتشوفي شي مسؤول كبير فجأة كيجي وكيعاون شي شخص، حاليا ولينا كنشوفوا التسخير كيفاش داير بين الناس. تخيلي معايا كيكون شي واحد دايز من شي زنقة كيلقى شي حانوت هو مؤثر او واحد الانسان اللي معروف في السوشيال ميديا ولا هذا، كيلقى شي شخص اللي كيدوز من حداه وكيصوروا وكيقول لك عافاكم عاونوه، اولا كيمشي عند شي محل وكيقول لك راه هذا المحل كناكل عنده وهذا راه ما اشهار ما والو، مي انا راه بغيتكم تعاونوه، ولا هذا صاحبي ولا هذا. فجأة حتى داك البلاصه كتولي عامره بالناس وكتولي زايدين الخدامه شي واحد كيكون مريض، واحد غير بستوري كيجي كيصور ستوري فجأة انت كتقاد ليه امور ديالو الا خاصه شي عمليه كتلقى الناس من حيث لا يدري ولا يحتسب جايين وكيعاونوه وكيعطيوه وباغيين يعاونوه. فهمتوا التسخير كيفاش داير؟ يعني فاش كتشوفي كتسمعني في هذا الشيء، يعني احنا عايشين في واحد الكون اللي مبني على الخدمات المتبادله. الله سبحانه وتعالى كيأثر لنا هذه الخدمات اللي كتكون متبادله عبر التسخير، يعني احنا مسخرين لبعضياتنا والكون كله مسخر لينا. ولكن علاش حنا كنخافوا من التسخير؟ المشكل الكبير اللي عندنا حنا كبشر هو اننا كنخافوا من المجهول، كنرتاحوا للحاجات اللي حنا كنعرفوها والحاجات الملموسه، الحاجات اللي حنا كنشوفوها. ملي كنشوفوا شي نجاح سريع او شي حاجه اللي جات على غفله وصدقات، العقل ديالنا ما كيقدرش يستوعبها. علاش هادشي؟ هذا على قبل البرمجه اللي دارت لينا، البرمجه اللي ولينا اي حاجه خصنا نضربوا فيها تماره عادش تقاد لينا. ففاش كتقاد لك واحد الامور بسرعه وفجاه انت كيلاقيك الله سبحانه وتعالى مع واحد الشخص اولا مع واحد الظرفيه اولا واحد الصدفه اللي كتقاد لك الامور، عقلك كيقول لك حبس هنا، هادي انه فخ يجر، هادشي ما مسلكش،
ما خصناش نستوعبوه، وكيمشي كيقلب لك على ابسط تفسير واللي كيكون خاوي راه سحروا ليك شي حاجه باغيين يديروها ليك. عندك كتبدا فهمتي كتوهمي انه راه غيطرى لك شي مشكل. الا شتي شي وحده قادت ليها امورها كتقولي ما عرفتش شنو كيديروا راه كيسحروا. شتي شي وحده فجاه انت ولات لاباس عليها كتقولي هذا غير غسيل اموال. فهمتوني؟ واش فهمتوا كيفاش العقل ديالنا ما كيبغيش يستوعب المعادله السريعه اللي تخرج لك بواحد الحاجه زوينه بحال كيخاف منها. هذا الشيء كيف قلت لكم ماشي حيت الله سبحانه وتعالى دير لنا هذا الشيء في قلوبنا، وانما حنا كبرنا بواحد البرمجه ديال دائما خصنا نشوفوا الحاجه قدامنا. الحاجه اللي ما كنشوفوهاش قدامنا كنسبوها للجنون، كنسبوها للسحور، كنسبوها للمخلوقات الفضائيه. المهم ما كنتيقوهاش كانها تسخير من عند الله سبحانه وتعالى. فحيت ما كنعرفوش يعني الخطوات ديال التسخير كنظنوه انه شي حاجه غير طبيعيه غير واقعيه، كنشدوها كنلصقوها في شي حاجه سلبيه باش كنخليو عقلنا يريحنا. يعني عقلنا كيريحنا من هذاك التبرزيط اللي كيبقى داير وداك كثره الافكار. كيهدا صافي وكيقول لك صافي راه هي هذه. اون فوا كتعطي واحد الفكره سلبيه وكتخرج بواحد الفكره سلبيه وصافي كيرتاح. المهم تكون ملموسه، ما كاينش شي حاجه اللي فجاه حتى طرات، ما كاينش شي حاجه اللي مسخره من عند الله سبحانه وتعالى. دائما كيخليك تيق داك الشيء اللي كتشوفه، انه يجي واحد الشخص فجاه يطيح عليك من السماء ويبغي يعاونك ولا هذا كتقول هذا باغي يدير ليا شي حاجه. كيخليك عقلك دائما في ديك البرمجه اللي انت ديجا كبرتي بها واللي مرتاح بها. زائد حاجه اخرى ان العقل ديالنا كيخاف على ديك المسؤوليه ديالو لا تمشي ليه. فاشنو كيدير؟ التسخير هو قانون فاش كيتفعل عندنا شنو كيوقع؟ كتجيك واحد الحاجه فجاه كتقاد لك الامور ديالك كاملين. العقل ديالك كيخاف من ان داك النجاح اولا ديك الحاجه الزوينه اللي وقعت يعني ما تنسبش ليه. فكيبدا يدير لك هذوك العوائق، كيبدا يجيب لك شي حوايج سلبيه من ناحيه داك النجاح. فهمتوني؟ يعني كيخاف من ديك المسؤوليه اللي هو شادها انها تمشي ليه من بين يدو. فاش كنهضر لك على العقل ديالك فكنهضر لك عليك انت يا اختي. الا كنتي نجحتي وانت ضاربه تماره وضاربه الكرفي كتمشي وكتبقاي تدوي على ديك المعاناه ديالك وكتبقاي تفتخري بها قدام الناس وكتلقاي تولي عندك 100 عام وباقا كتفتخري ليا بانك عانيتي ودرتي وفعلتي وتركتي. ولكن فاش كتجيك واحد الحاجه اللي بارده وسهله كتقبليهاش. ولاحظوا بان الناس اللي كيتقبلوا ديك الحوايج الساهلين كيكونوا عايشين واحد الحياه فيها واحد الرخاء وهذوك هما اللي كنقولوا عليهم راخيين هاد السرح ومخلينها في يد الله. اون فوا كتبداي تفكري ما كتخليش القانون ديال التسخير يتفعل نهائيا. دابا غادي ندويو على كيفاش نفعلوا هاد القانون اولا هاد المعادله ديال التسخير في حياتنا. التسخير باش نكونوا واضحين ماشي هو واحد المجموعه ديال الدعاوي غادي نقولهم وصافي وغادي ننعس. التسخير هو خلاصه ديال واحد الجهد روحي وعملي. يعني كندويو على الدعاء وكنديروا بزاف ديال الحاجات وحتى كتكون عملي. يعني كنديروا واحد الاسباب باش الله كيسخر لنا واحد الحاجه. وغندويو على اول حاجه في هاد المعادله واللي هي الايمان والاستحقاق. خصنا نكونوا مؤمنين حقيقة بالآيات ديال الله سبحانه وتعالى، مؤمنين أننا كنستحق التسخير حيث الله كرمنا به. إذا كنتي كتشوفي راسك يعني ما كتستاهليش النجاح فكوني متأكدة أنك عمرك غادي تنجحي. الكون ما غاديش يعطيك داكشي اللي يعني انت باغاه وصافي، وانما غيعطيك داكشي اللي انت كتحسي به. الا كنتي كتحسي بالنجاح وبانك كتستحقي النجاح كوني متاكده انك غتنجحي. كوني متاكده ان كل شيء غادي يكون مسخر ليك باش تحققي هذاك الهدف ديالك. اون فوا كتحسي واحد الاحاسيس اخرى راه واخا تبقاي تهضري تما واخا تبقاي تقولي راه غادي ندير وغادي نفعل وغادي نترك، الا ما كنتيش في قلبك حاسه الاحساس صحيح كل شيء غادي يبقى غادي عندك عكسيا. فمك كيقول ولكن الواقع شيء اخر. ثاني حاجه العمل والاجتهاد اللي هو السعي. التسخير كيتعلق بالجهد اللي كديري يعني في الطريق الصحيح. التسخير ما كيعنيش انك تجلس وتنتظر واحد الحاجه توقع، هو كيعني اننا نجتهدوا نتعلموا بحال اي مهاره اخرى. يعني التسخير بحال اي مهاره اخرى
خاصك نحطوا الاسباب عاداش كنطلبوا التسخير من الله سبحانه وتعالى، اولا بلوتو كنبقاو في اي مرحله من المراحل ديال مشروع قرايه او اي حاجه كنطلبوا تسخير من عند الله سبحانه وتعالى، وكنبقاو غاديين في المسار ديالنا، والله سبحانه وتعالى كيلاقينا دائما مع الصدف والفرص المزيانه لينا. ثالث حاجه واللي هي النيه والوضوح، يعني يكون عندك واحد الهدف واضح. التسخير كيتفعل فاش كتكون عندك نيه واضحه ومحدده. باغا اختي طونوبيل، كنقول يا ربي تسخر ليا في الطونوبيل فلانيه، يعني باغا طونوبيل فلانيه، مثلا باغا واحد جاكوار جريل موديل فلاني العام فلاني، اولا انا بغيت هذاك الموديل اللي كاين عند جارتي شفتها بيه وعجبني، بغيت هذاك الموديل. يعني كتكون واحد الهدف محدد. باغا نولي طبيبه، راه ما غاديش نقول باغا نولي شي حاجه ونتسنى راسي نكون طبيبه، لا، باغا نكون طبيبه ديال هادي وهادي وهادي وهادي. واخا نقولها وانا يعني بنتي في تحضيري وتقولها ليا ونقول لها بنيتي مزيان تمنايها مقاده، شنو بغيتي تكوني، شنو غادي تلبسي، شنو هادي شنو هادي. يعني كتكون حتى الصور الذهنيه حتى هي كتخلق ليك واحد الحاجات زوينين اللي كتبغي تحققي هذاك الهدف باش تشوفي ديك الصوره الذهنيه اللي انت عطيتيها يعني من الاول ديال الهدف. واخر حاجه واللي هي اهم حاجه هي الدعاء بيقين. الدعاء بيقين، ماشي نبقاو نهضروا غير كندعيو هكاك وصافي، غير كنطلقوا في الهضره وصافي، وانما خصنا نكونوا كندعيو فريمون من قلبنا. كندعي وانا عارفه راسي علاش كندعي بيقين بان الله سبحانه وتعالى غادي يسخر ليا من عنده واحد الحاجه، وهذه راه خصها تكون في كاع المراحل ديال التسخير. يعني من الاول كندعي بان الله سبحانه وتعالى يسخر ليا هذاك الهدف. انا غاده اهداف صغيره، يعني مثلا غنعاود نقول لكم انا باغا نولي طبيبه، مثلا باغا نولي طبيبه، كاين واحد الاهداف، كاين خصني نقرا وكل عام ننجح بنقطه مزيانه، غيكون عندي واحد الترتيب مزيان باش انا غاده لهذيك الطريق ديال الطب. من الطب انا غاده كنحفظ وكنقاد اموري وكنضرب تماره وكنسهر وكندير لي نوي بلونش باش ان شاء الله كتقاد لي الامور ديالي. واش فهمتوني؟ والاهم من هذا ان الدعاء بيقين ما خصوش يكون هو اخر خيار. يعني تا ما كتصدقش ليا الحاجه، مثلا انا غدا عندي واحد المحاضره اولا بلوتو واحد اجتماع في الخدمه ديالي، وهذاك الاجتماع كان خصني نوجد ليه شهر قبل مثلا، ماشي غادي نخلي حتى بقات 24 ساعه ونمشي ندير الدعاء وانا ما موجده ما حتى شي حاجه وباغاهم يرقيوني في الخدمه. راه ما يمكنش. خاصني نبدا قبل من هذاك الشهر باركه كنقاد في اموري وكندعي الله سبحانه وتعالى بالتسخير، بانه يسخر لي الناس الزوينين، بانه يسخر لي الامور ديالي مزيان، بانه تقاد لي الامور ديالي. فماشي نخلي حتى لاخر حاجه حتى ما كتصدق حتى شي حاجه. عادش بنادم كيدوز للدعاء، عادش كيقول لك يا ربي تسهلها من عندك. فين كنتي من النهار الاول؟ فين كنتي من البدايه؟ تسالاو بحال اللي ولاو كيقولوا دابا انتهت حلول الارض. كيفاش انتهت حلول الارض؟ زعما كنتي غادي تصنع ما عرفت شنو هو باش تقاد الحظ ديالك ولا شنو؟ حتى الاخر عاد كيبداو يقول لك انتهت حلول الارض وعاد كيتوجهوا زعما الله سبحانه وتعالى. كيفاش هذه؟ هذا غلط كبير، غلط كبير 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 كيوقعوا فيه الناس، والناس غاديين يعني كيديروها بالضحك، ولكن الناس دابا حاليا طبعنا معاها، اولا بلوتو نقولوا هاد الجينيراسيون اللي طالعه طبعات مع بحال هاد الهضره. هاد الهضره كتولي حتى في الطباع ديالهم كيوليو كيتعاملوا بها، ما كتبقاش غير هضره ديال الضحك. ندوزو العمليه ديال كيفاش نبداو التسخير اولا التطبيق العملي لاننا نبداو التسخير من اليوم. اول حاجه خصنا نبدلوا الكلمات ديالنا، نبدلوهم بصفه نهائيه. يعني غادي نحبسوا من استعمال الكلمات السلبيه بحال محالش هذه تصدق، هذه صعيبه عليا، غادي نبدلوها بحاجات اخرين اللي هما الله يسخر الامور، غادي تيسر من عند الله. يعني بحال ما هكا كنشوفوا التيسير من عند الله سبحانه وتعالى من الاول.
يعني ما كاينش مستحيل. شوفوا شتو القدره ديال الله سبحانه وتعالى، راه ما كاينش معاها المستحيل نهائيا. واخا ما عرفتش يكون عندك مرض خايب، امتحان صعيب، خدمه صعيبه، تربيه ديال الولاد صعيبه، راجل ما عرفت كيفاش دير اي حاجه، مع قدره الله سبحانه وتعالى ماشي مستحيله نهائيا. ربي قادر يبدل من حال الى حال، ربي قادر يبدل لك صحتك، ربي قادر يبدل لك شكلك، ربي قادر يعاودك من اول وجديد. يعني عقلك واي حاجه قادر انه يعاودها لك من اول وجديد. راه الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، يعني قاد بينا وقاد بامورنا كاملين. فهاد الدنيا راها ما هي مجرد امتحان فقط، مجرد امتحان، او كما قالت واحد البنت هي فريد خاصنا نمشيو فيه مزيان وبخير ونعيشوا حياتنا زوينه. الله سبحانه وتعالى ما نزلناش للارض باش يبقى يعذب فينا، وانما راه سخر لنا كل شيء باش حنا نعيشوا مزيان فقط. واكيد العباده ديال الله سبحانه وتعالى راه ضروري، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ثاني حاجه تامل في التسخير. كل صباح كل عشيه غادي نشوف النعم اللي كاينين عندي. كنتنفس مزيان، كنشرب الماء، كناكل مزيان، الحمد لله على كل حال. يعني هنا كنفتح هذا الباب ديال التامل، كيفتح ليا واحد الباب ديال الادراك، المعرفه ديال النعم اللي انا وسط منهم. والله سبحانه وتعالى كيسخر لينا في حاجات اخرين اللي زوينين. فاش كتشوف النعمه بعينيك وكتحس بها، كوني متاكده انك المعرفه ديالك كتحل على حاجات اخرين اللي انت ما كنتيش عارفاهم. انا شفت النعمه ديالي دابا، شفت هاد النعمه كاينه عندي، بغيت واحد الحاجه اخرى الله يسخر ليا فيها. فهمتوني؟ وحنا غاديين بحال ما هكا. ثالث حاجه واللي هي النيه، دائما نويو ان الله سبحانه وتعالى غادي يسخر لنا واحد الحاجه. بغيت نبدا مشروع، الله سبحانه وتعالى غادي يكون عندي يقين انه غادي يسخر ليا فيه، وبانني غادي نمشي فيه مزيان، اموري غادي تكون مقاده مغيزه فيه وغنربح فيه. اي حاجه دائما كنشوفها من الجانب المزيان، دائما كنشوف بان الله سبحانه وتعالى ميسره من عنده هاد الحاجه بلا ما نفكر بزاف. فدائما نحط النيه الزوينه في اي حاجه بغيت نبداها. يعني دائما نحط التسخير هو يكون القائد ديال البدايه ديالنا. والحاجه الاخيره واللي هي مهمه جدا، هو نتجنبوا الحكم على الناس. تجنبي الحكم على الناس بصفه نهائيه. عمرني ما نشوف شي وحده بان عليها الخير او لا طرات لها واحد الحاجه زوينه تيسرت لها الامور ديالها ونقول لا دابا هادي راه مشات، راه حيتاش ولات كتعرف المدير، او لا راه دارت واحد الحاجه ماشي هي هادي داكشي علاش تقادت لها الامور ديالها. عمرني نحط بحال هاد الاحكام نهائيا. هادو راه من الاسباب اللي كيعطلوا لينا حياتنا واللي كيعطلوا لينا التسخير في حياتنا نهائيا. فداك الشيء علاش دائما اي حاجه سمعتها نويها زوين. سمعت بان شي وحده نجحت، نقول الله يسهل عليها، الله يزيدها ويبارك ليها. ضرني خاطري كاع وانا بغيت انا ننجح، ندعي اختي مع راسي بالتيسير. علاش انا نقول على واحد الانسان واحد الحاجه خايبه اللي غتقدر تاديه مع الوقت ونبقى مازال نتفرج فيه؟ واش فهمتوني؟ يعني دائما كنشوف دائما انا الجانب الزوين في هذه الحياه. هذه الحياه راه امتحان وحنا غاديين فيه، حنا كنيسروا الامور والله كييسر لينا من عنده كل شيء. دائما نويوها زوينه، حنا ما نعطيو لبنادم حتى شي حاجه من عندنا، فدائما نويوها زوين. التسخير كيف قلت لكم هو البدايه ديال اي حاجه، وهو امكانيه متاحه لنا كاملين. التسخير هو اننا نعيشوا واحد الحياه طيبه كما وعدنا الله سبحانه وتعالى. المشكل ماشي في ان التسخير واش كاين او لا ما كاينش، المشكله الكبيره هو واش حنا مستعد نفعلوا هذا القانون في حياتنا. ودائما ما تخليش التسخير هو اخر الاختيارات، يعني الخيار الاخير. حتى كتفشل لك كاع الطرق عادش كتمشي للتسخير وعادش كتمشي للدعاء الله سبحانه وتعالى بانه يسخر ليك جنود الارض والسماء باش يعاونوك. بالعكس، خليه هو دائما الخيار الاول ليك اللي كنبنيو عليه اي حاجه. تفكري ديما كل شيء مسخر لينا، اي حاجه في هذا الكون فهي مسخره لنا بما فيها يعني البشر. خاص غير نعرفوا المفتاح باش نفعلوا هذا القانون في حياتنا اللي هو الدعاء
والعمل هو دوك الحاجات اللي قلتهم لكم من البداية ديال الفيديو. وهنا غادي نكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو. الى عجبك الموضوع خلي لي لايك وشاركي الفيديو مع الناس اللي عزاز عليك باش تعم الفائده. دائما يكون يقينك في الله سبحانه وتعالى هو اول حاجه قبل ما تبداي حتى شي حاجه. كانت معكم خولة من منبر حواء. السلام عليكم.